أود أن أذكر أن المغرب كان قد رفض منذ البداية أي فكرة للتقسيم، وكان وزيري واضحا في هذا. لماذا الجزائر تقترح التقسيم؟ إلا شتي في التواريخ وشتي في الظرفية التي تتقدم فيها الجزائر بالتقسيم، ترى أن الجزائر تأتي بالتقسيم كل ما كانت في ورطة دبلوماسية، كل ما كانت ضعيفة سياسيا ودبلوماسيا، كل ما كانت عليها ضغوط ديال المجتمع الدولي. أصدقائي وأحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلتقي مجددا مع جريدة من الجرائد المحسوبة على الكبرانات، وهي جريدة الشروق الجزائرية. بعد الرد القاسي من عمر هلال وقصفه لجنرالات الجزائر ورئيسهم المعين عبد المجيد تبون، تقول الشروق في ردها على عمر هلال: استعراض الجزائر العسكري يجسد عزلة النظام المغربي. هذا الكاتب المسمى بمحمد مسلم، ولا أظنه يمت للإسلام بشيء، يقول: لا تكاد تصريحات المسؤولين المغربيين، عادة نقول المغربيين، تخلو من عبارة معلبة مفادها أن الجزائر تعيش عزلة، وما إلى ذلك من تصريحات فارغة من أي قيمة. وآخر من ردد هذا الكلام كان المندوب المغربي للأمم المتحدة عمر هلال نهاية الأسبوع الجاري على هامش انعقاد مجلس الأمن الدولي حول القضية. المقال كله مغالطات وكله تصريحات كاذبة. مثلا يقول في هذه الفقرة كاتب المقال، يقول: وحرصت الرئاسة الجزائرية على إبراز صورة لها أكثر من دلالة جمعت كل رؤساء الدول المغاربية باستثناء النظام المغربي الذي حلت محله الجمهورية العربية الصحراوية التي لا توجد أصلا، ممثلة في رئيسها إبراهيم غالي. وتظهر الصورة الرئيس عبد المجيد تبون، وبجانبه كل من الرئيس التونسي قيس سعيد والموريتاني محمد ولد الشيخ إلى آخره. ولم تكن العزلة، يقول صاحب المقال، التي يعيشها النظام المغربي في محيطه المغاربي نتيجة كولسة جزائرية كما يزعم سياسيوه، وإنما بسبب ما كسبت يداه. فالمملكة العلوية هي الدولة المغاربية الوحيدة التي تؤيد اليوم الجرائم الصهيونية الهمجية والوحشية في قطاع غزة، وهذا في الحقيقة كلام غير صائب وكلام فيه كثير من المغالطات. فلم نسمع بوزارة الخارجية المغربية، لم نسمع بوزارة الخارجية المغربية أصدرت بيان تساند فيه الهجمات أو الجرائم الصهيونية على الشعب الفلسطيني الأعزل. الرد كان سريعا من جريدة الأيام المغربية بعد يومين فقط من كتابة هذا المقال، مقال الشروق الجزائرية. الرد جاء من جريدة الأيام لأيام 24، تقول في عنوانها للمقال: اجتماعات الجزائر لقاءات روتينية بلا تأثير حقيقي. يقول صاحب المقال أو صاحبة المقال: في وقت يركز فيه المغرب على تعزيز دبلوماسيته النشطة وإنشاء منظمات اقتصادية عبر توحيد جهوده مع القوى العالمية، قام النظام الجزائري باستضافة 3 دول مغاربية بحضور قائد جبهة الانفصال، معلنا عن صياغة جديدة لتكتل مغاربي
مما يثير تساؤلات حول غياب الرباط الذي أصبح أمرًا مألوفًا. هذه الخطوة قد تثير تداعيات غير متوقعة.